اكيد هنجيب وجهه نظر اخرى عشان تقدر ترد عليها يعني مش هجيب حد يقول حزب التجمع حلو وكويس ويتواصل مع الشارع، لانه يعني انت مش عامل عينه عشوائيه، لا علشان المستمع لا يعني ما يتصورش ان هذا هو الراي الانطباع العام في المجتمع. لا ده انطباع موجود عند الناس بنقوله لك عشان انا بقول لك انه مش موجود ولكن دي ردنا عليه بقى. الله يخليك يا دكتور. مش فيما يتعلق بالفيسبوك والحاجات دي، هو طبعا الفيسبوك هو احنا ما حدش بيقدر يتجاهل التكنولوجيا الجديدة هو احيانا يبقى يمثل قدرة ايجابية عندما يستطيع الحزب انه يستخدم الفيسبوك واعضائه في نشر افكارهم وتوجيه بياناتهم ونشر دعايتهم وامكانياتهم وكذا. واحيانا يبقى سلبي انه الشاب يبقى قاعد في بيته ويعمل كليك على كليك. انت بتتابع؟ لا ده انا بسمع انت بسمع احفادي. انا فهمت غلط دايما. فهمت غلط. لا فيعمل كليك. وبعدين انا اولادي على فكره خبراء كبار في المسائل دي. لا دي بمهنتهم يعني. بمهنتهم. فانا ده احيانا بيعزل الشاب عن ممكنات العمل الجماهيري بانه يكتفي بانه يقول رايه على الفيسبوك وعلى الايميل وبتاع وحاجات زي كده. لكن الفيسبوك والايميل والشباب هم جزء من عبة المستقبل لاي حزب يتطلع الى المستقبل. اي حزب. شغالين انتم حزب التجمع على الحكايه دي كويس؟ طبعا. طب قول لي يا دكتور رفعت، برنامجكم ايه للانتخابات الشورى، او ناويين ايه انتخابات الشورى اللي هي قربت خلاص ثم انتخابات مجلس الشعب؟ احنا عاملين برنامج انتخابي هيمشي معانا من الشورى الى الشعب. انت متوقع ان انا اقول اللي بعد كده، لكن ده لن يتكرر بعد. انتخابات لسه يعني. يعني زي ما انت قلت مش عايز تقفز فوق الاحداث اللي هي القريبه يعني. انا عندي حتى الان 9 مرشحين لمجلس الشورى. ده خبر كده دي نيوز يعني. انت يعني حزب التجمع هيرشح 9 لانتخابات الشورى حتى الان. ممكن يزيدوا قبل لحد فتح باب الترشيح واغلاقه. واعتقد انه عندنا امكانيه للفوز اذا كانت هناك النوايا الحسنه لتحقيق شفافيه. الشعب انتخابات مجلس الشعب بقى في الشورى. انتخابات الشعب بقى وانتخابات الشعب انا بستعد بتجهيز المرشحين. عملية اختيار المرشحين بالنسبة لحزب التجمع لا تتم مكتبيا ولكن تتم من القواعد. يعني لجنة المركز اللي هي الدائرة الانتخابية تقريبا. بس حددت تقريبا الشورى 9، يبقى الشعب كام؟ يدخل فيه حوالي 70-80 مرشح. طيب وأحاول الآن أشخط في المحافظات. انت لما تشخط بقى حليني بقى. شوف بقى لما الشخص انت معروف. اشخط بقى واطالب بزيادة المرشحات. يعني انا كنت هسألك بقى على كوت المرأة. زيادة ترشيح النساء وزيادة ترشيح الأقباط. ليه؟ لأنني لا أحب أن ألقي عبئا على أحد لا أتحمله أنا. يعني لما اقول انه يتعين على الحزب الوطني ان يرشح اقباطا وان يساندهم وكذا، لازم ترشح انت الاول. لازم انا ارشح نفسي الاول. ولما اقول ان النساء لهن الحق في ان يترشحن وان يكن كذا 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 كذا، لازم انا اكون من اول المرشحين. مطروح وطرحت في كلامك ومطروح كتير الكلام عن نزاهة الانتخابات، وهنا تثار مسألة الرقابة على الانتخابات. ومعروف الرقابة اما رقابة دولية او رقابة داخلية. ومطروح طبعا رقابة المجتمع المدني، والناس تتحدث عن رقابة الاعلام، وسائل الاعلام يسمح لها بالدخول الى كل اللجان. انت مع اي نوع من انواع الرقابة ولا انت ضد الرقابة ولا ايه؟ هقول لك انا. اولا رقابة الاعلام تتطلب توازن الاعلام. الفضائيات دلوقتي شغاله للاحزاب والمستقلين. الله ينور جامد يعني. انا ما بروحش الفضائيات. انت ما بتروحش بقى عشان تجي لنا، عشان احنا بنحبك. الله يخليك. لا يعني لازم الاعلام يبقى متوازن. متوازن سواء كان فضائيات ولا مش فضائيات ولا اعلان رسمي ولا صحافه ولا كذا، لازم يبقى متوازن ان يقول الحقيقه. 2 رقابه المجتمع المدني وارده، ولكن أخشى أنها في بعض الأحيان يحاول البعض مع كل الاحترام للجمعيات منظمات المجتمع المدني
يحاول يعني يحولها الى امكانيه يعني مش عايز اقول الفاظ رديئه، تحقيق قدر من الكسب المادي وحاجات زي كده، انه يجيبوا ناس ويدوا لهم فلوس علشان يتابعوا ويراقبوا وبتاع. انا افضل ان تكون العمليه دي تتم بشكل تطوعي نزيه. هم يريدوا يقول لك هو انا هصرف منين؟ الناس اللي بتنزل دي عايزه لها سندوتشين، عايزه لها يعني ما يعني ان كان في الحدود دي دعم من الخارج ان يفرقوا على كان في الناس الحدود دي على عيني وراسي، مش اكتر من كده يبقى ما ينفعش. مش حلو يعني. نيجي للمراقبه الاجنبيه، يعني مراقبه الخارجيه. انا شخصيا يعني يمكن عندنا في الحزب لسه ما حسمناش هذا الموضوع، لكن انا شخصيا ضد لسبب. المراقبين الاجانب التجربه معاهم ليست نزيهه. في اوكرانيا بقى في الانتخابات قبل السابقه، قبل اللي بتاعت الاخيره ديت، اللي قبلها كان هناك تجاوزات في الانتخابات، وتجاوزت عنها المراقبين الدوليين، لان هم كانوا ضد الجماعه التي تريد ان تتقرب من روسيا، ومع الجماعه التي تريد ان تنضم للأنضم. وانا عايز اسالك سؤال. انا اقبل نزاهه، وانا كنت في مؤتمر برلماني من فتره وقلته للناس في وشهم، يعني انتوا بتزعموا انكم تمتلكون النزاهه التي تمكنكم من التدخل في الشؤون دي. طيب لما كان في احد الاعضاء، احد الاشخاص متهم في قضيه، نختلف بقى ونتفق يعني ما ملفقه، ولا هو غلط، ولا ارتكب جنايه، ولا ما ارتكبش، لكن في النهايه البرلمان الاوروبي وقف على طراطيف صوابعه. تقول له نناقش القضايا فيقول لك فلان، طب نناقش المناخ يقول لك فلان، طب نناقش الاقتصاد يقول لك فلان. خلاص ما بقاش في قضايا غير فلان. لما جاء تقرير جولدستون اللي أدان إسرائيل، نفس الناس دي اللي كانت تدافع عن فرد واحد مكايدة لأشخاص أو لنظام أو دفاعا عنه ببراءة، لم يحركوا ضميرهم لكي يدافعوا عن شعب يباد. عايزني أثق في الحكاية. عملية اغتيال المبحوح في دبي، واكتشاف الجهة المنفذة، واستخدام جوازات سفر أوروبية، كان رد فعل الاتحاد الأوروبي هو الاستنكار. بس تخيل إن أي جهة أخرى كانت تورطت في عملية إرهابية دولة أخرى كانوا كلوها، مش كده؟ كانوا كلوها. لا، وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة، يعني هم يطلبون منك السمع في كثير من الأحيان. يعني إذا راقبوا عايزين الثمن. لا يعني عايزين النتيجة. يعني مثلا، طب لنفترض، أقول مثل رديئي بس استحملني فيه. لنفترض إن جينا قبل خلال العملية الانتخابية ومصر قامت مقررة مضاعفة كمية الغاز المصدر لإسرائيل وتخفيض سعره. مش هيراقبوا. اللي هتطلع النتيجة ان الانتخابات زي الفل. يعني انت لا تثق في الرقابة الأجنبية بشكل عام. انا لا اثق. هو موقف التوجه الأجنبي، لو عندي التوجه الأجنبي المنحاز. هم منحازون ضد قضايانا، منحازون لإسرائيل، والباقي بقى كله يعني تفاصيل بالنسبة لهم. يوم السبت 13 مارس مؤتمر 4 أحزاب قررت عقده مؤتلفة وكونت ائتلاف لكي تضع أجندة للإصلاح السياسي والدستوري. كان واحد من المشاركين في هذا المؤتمر رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، كان معانا النهارده، قال كلامه عن المؤتمر وأمور كتيرة أخرى، كان كلام جميل، كلام معقول. دكتور رفعت قال كلام مسؤول وخلص الكلام. سلام، نلتقي في الحلقة المقبلة. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. عاملين لك جو يا ساري جوه ما حصلش. بصراحة الجو يا ساري فظيع. عايزين تيست يا دكتور. تيستين مش تيست واحد. يلا اداك تيستين اهو. اداك تيستين. بص يا دكتور، هو النهارده التسجيل كله تيست. وماله؟ فادينا شوية تيست بقى. نديك تيستات.